عنده ولجوا، وعلى شواطئه ركنوا. بمنطق البحر حكاياتهم. هناك حيث الأزرق يلغي الأزرق، قصص البحر يرويها من كان شاهداً عليها. في برنامج إيراكي لاين مع طالب البديري كل جمعة الساعة 5 مساءً. مستمعينا الكرام وكذلك مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إيراكي لاين الذي يأتيكم عبر أثير راديو تايم سكوير بالموجة 102.5 FM، وكذلك عبر صفحاتنا على الفيسبوك والانستغرام وتطبيق راديو تايم سكوير. سأكون معكم أنا محدثكم طالب البديري في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج الصوتي عمار مشتاق، وفي الإخراج الصوري مصطفى نزار، وفكرة وإشراف ومتابعة علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي. أوقات ممتعة نتمناها لكم، كونوا معنا. رئيس المهندسين البحريين حسين اليشي. شيف، أرحب بك وأهلا وسهلا بك في إيراكي لاين. أهلا وسهلا بك أستاذ طالب وبطاقم القناة، وتحية للمشاهدين على الصفحة الله يحفظك، وللمستمعين على الراديو. بارك الله بيك. أنا أشكرك جدا، والحقيقة اليوم نورتنا شيف، وحابين أنه اليوم نبدأ حلقتنا، ومع الأسف يعني فقدنا في هذه الأيام بسبب جائحة كورونا يعني بعض الشخصيات المهمة يعني في المجال البحري. أنا هنا في الإيراكي لاين دائما أنه كنا نتمنى دائما أن ننقل أخبارهم السعيدة، وأن ما نتطرق يعني أو ما نتمنى لهم دائما أهلنا وناسنا من البحارة أن يصابون بهذا الوباء الخطير. فقدنا مع الأسف في هذا الأسبوع جراء فيروس كورونا يعني بعض الشخصيات البحرية المهمة إن صح التعبير، وحتى في هذه السنة المضت. يعني أود اليوم أن نبدأ بالرحمة والغفران للكابتن عمران راضي ثاني الذي توفاه الله تعالى بسبب مضاعفات هذا الوباء. طبعا كابتن عمران الله يرحمه واحد من أهم الطواقم البحرية العراقية، عمل في جميع الشركات البحرية، قدم جهود كبيرة، شخصية مهمة، شخص يعني مختص في المجال البحري، قدم سنوات طويلة في خدمة البحرية العراقية. أنا ما أدري اليوم حاب أنه نبدأ من الكابتن عمران، وكذلك أصدقائكم، العديد من أصدقائكم في هذا العام والعام الماضي فقدناهم مع الأسف. يعني أود أن نبدأ شيف حسين بكابتن عمران وزملاء الذين فقدناهم في هذا الوباء. في البدء أحب أن أعزي نفسي وعائلة الفقيد والطواقم البحرية والشركة العامة لموانئ العراق والشركة العامة للنقل البحري بوفاة الكابتن عمران راضي ثاني، الرجل الطيب القلب الكريم النفس السخي، الرجل الكفؤ الذي لا يختلف عليه اثنان. كما أنتهز هذه الفرصة وفقدت أنا في هذه الوباء أخا آخر، وهو الرئيس المهندسين البحريين نادر علي حسين الزويني الله يرحمه، الذي نادر كان زميلا لي في شعبة الجودة الله يرحمه. وما دامنا بدينا في هذا الموضوع، أيضا نعزي كل الطواقم البحرية التي حصلت لديها وفاة، وكل الشعب العراقي والأمة الإسلامية اللي تعرضوا للوباء وراحوا إلى رحمة الله. وكذلك أتمنى الشفاء العاجل والدائم لكل المرضى من زملائي في الشركة العامة لموانئ العراق أو الطواقم البحرية والشعب العراقي.
والله نتمنى لهم دائما الشفاء للمرضى يعني، والرحمة والخلود دائما لهذه الشخصيات. الحقيقة شخصيات مهمة. احنا في العراقي لاين نسعى أن يعني نسلط الضوء على أهلنا وناسنا في الجانب البحري. أنا أعتقد احنا أهلهم، يعني هذا البرنامج هو برنامجهم. العراقي لاين والإذاعة هي اختصت في برنامج بحري، وهم كلهم كانوا ضيوفنا. يعني كل الآن احنا ماكو تشوف يعني رجل بحري إذا ما هو مشارك في العراقي لاين في اتصال، في جاي هنا للاستوديو. أتمنى الرحمة لهم. خليني أيضا أشرك معي الكابتن أياد البدر أيضا. يعني اليوم حاولنا أن نبدأ هذا البرنامج بتعزية للكابتن عمران الله يرحمه، واستذكرنا كل الشخصيات البحرية التي فقدناها في جراء هذا الوباء. كابتن أياد، السلام عليكم وأهلا وسهلا بك في العراقي لاين. ماذا تقول؟ ويعني نحن يعني نستمع يعني هذه الأخبار مع الأسف. يعني كابتن عمران وقبله تشيف نادر الزويني. أنا أقدم لكم التعزية لكم، أنتم زملاء وأنتم إخوانا أيضا. السلام عليكم أستاذ طالب، أرحب بحضرتك، الإعلام الرائع وكل الكادر والعاملين على هذا البرنامج، وتحية حب واحترام وضيف البرنامج رئيس المهندسين الأستاذ حسين هليجي. حقيقة بهذا اليوم المبارك يوم الجمعة نستذكر الذين رحلوا من إخواننا البحريين، وبالآونة الأخيرة كابتن عمران علم من أعلام النقل البحري والبحرية العراقية، ونسأل الله أن يسكنهم فسيح جناته ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ويلهم أهلهم وذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان. حقيقة فقدنا ناس كثيرين وقائمة تطول، نسأل الله أن يرحمهم. بالآونة الأخيرة خسرنا أو فقدنا اللواء البحري أحمد عبد الجبار، الله يرحمه، رئيس مهندسين نادر زويني، رئيس مهندسين شركة ناقلات النفط قاسم نداف. الله يرحم جميع الأموات، وبالأخص منهم البحريين، الشركة العامة لموانئ العراق، الشركة العامة للنقل البحري، ناقلات النفط والصيد البحري. واشكركم على هذا البرنامج اللي يذكر أخواننا. وبهذا اليوم مبارك نسأل من الجميع إخواننا المستمعين واللي يشاهدون صفحة الفيسبوك، أرجو قراءة سورة الفاتحة ونهدي ثوابها إلى أخواننا الذين رحلوا. الله بيك. آمين رب العالمين. أحسنت. أنا شاكر لك جدا كابتن، والبقية بحياتكم إن شاء الله يعطيكم الصبر يعني على فقد هكذا شخصيات في حياتكم وحياة جميع البحريين. نسأل الله أن يحمي العراق وأهل العراق يا رب. بارك الله بك. شكرا جزيلا لك كابتن. شكرا، تحياتي، مع السلامة. بارك الله بك، الله يهديك. أستاذ حسين، يعني بعد ما استذكرنا بأبطالنا في يعني اللي فقدناهم في جراء هذا الوباء، اليوم نحاول أن نبدأ حلقة اليوم من خلال يعني الأسطول البحري العراقي. عادة كل يعني الدول، يعني العراق يشكل رقم عبر التاريخ، رقم مهم. يعني إذا ما ذكرت البلدان البحرية صح التعبير في المنطقة، لا يمكن لك أن تغفل التاريخ البحري العراقي. كانت لدينا أسطول، يعني لدينا كان أسطول مهم. اليوم بعد الحروب اللي خاضها البلد، وفقدنا العديد من بواخرنا. أسطولنا بدأ يتراجع بشكل مخيف. بعد 2003 حاولت النقل البحري أن يعني تشتري بعض البواخر الحديثة، وهي الآن في طور أيضا شراء وتعاقد على بواخر جديدة. اليوم إذا ما استذكرنا الأسطول البحري العراقي، يعني عدنا شوية للوراء، وهذا التاريخ مهم اليوم أن نسعى لشراء بواخر جديدة. تعزيز الأسطول البحري العراقي ضرورة تعتقد من الناحية البحرية؟ الأسطول البحري العراقي حالة من حال البلد. نعم. تعرض لانتكاسات وهزات كبيرة في الفترة من عام 1980 لليوم، نتيجة للحروب ونتيجة للوضع السياسي القلق للبلد. كانت عندنا أسطول كامل لناقلات النفط، ما بين ناقلات النفط العملاقة سوبر أتندر، وما بين ناقلات متوسطة وكبيرة، وإلى ناقلات اللي نسميها ناقلات البنكر، اللي تزود السفن الكبيرة بالوقود. نعم. كانت عندنا الشركة العامة لصيد الأسماك وشركة الرافدين لصيد الأسماك. طبعا شركة الرافدين شركة مشتركة ما بين العراق وروسيا. نعم. هذا أيضا كان لديها أسطول من سفن الصيد، ما بين معامل يسموها تحتوي على ثلاجات ومعمل
تنظيف الصيد، وبالبداية تصنيفه وتنظيفه وتعليبه، وسفن ثلاجات كبيرة عملاقة تقوم باستلام هاي السفن ونقلها للأسواق، استلام المعلبات ونقلها للأسواق العالمية. نعم. إضافة إلى سفن الصيد. الشركة العامة للنقل البحري كان لديها أسطول كبير من السفن التي ما بين سفن الدحرجة الرورو وما بين سفن الحمولات العامة الجنرال كارغو. نعم. احنا في الشركة العامة لموانئ العراق الأسطول الأقل ضرر، لأن كانت سفننا موجودة في الداخل. نعم. الأسطول أهمية للاقتصاد العراقي، كونه مصدر من مصادر الدخل، واحنا اليوم في أمس الحاجة لأن يكون لدينا مصدر إضافي للدخل غير النفط. نعم. إضافة إلى أنه الأسطول يقوم بنقل، مثلا أسطول النقل البحري يقوم بنقل مفردات البطاقة التموينية، يقوم بنقل كل عقود، كل نقلات الحكومة باعتبار وناقلات النفط. اليوم التسويق في ناقلات النفط، نعم. يشترى النفط على أن يكون واصل، فبدلا ما أن تكون لديك سفينة هي اللي تنقل، ناقلة نفط هي اللي تنقل نفطك، وهذه الناقلة تأخذ أجرتها، موظفينك يستفادون، راح تضطر تأجر سفن وتأجر بأسعار عالية، والكلفة أو الأجور راح تروح لشركات أخرى ولأناس خارج البلد. نعم. فنناشد الحكومة العراقية أن تبدي مرونة أو في تغيير في القوانين لغرض الحصول على أسطول جديد أو بداية أسطول جديد. ما زالت ناقلات النفط اشترت ولكن قليلة الكميات، وكذلك النقل البحري اشترى سفن ولكن أيضا قليلة، لم تصل نعم. إلى نسب متقدمة أو نسب يعول عليها في خدمة الاقتصاد العراقي. نعم. شيف، هناك من يقول أنه أحيانا يقولون بسبب هذا التطور، العالم اليوم بتطور، هناك مقولة أنه يقول لك إحنا تأجر بواخر أصرف لك من أنه تشتري بواخر جديدة. يعني هذا الكلام تتفق معه؟ هذا مقنع من الناحية الاقتصادية أنه نعتمد على التأجير؟ هذا الكلام ما مقنع. أنت أبسط رد على هذا الكلام هو صاحب السفينة اللي اشتراها أو بناها. ليش اشترى؟ إذا كان التأجير فهو يأجر بالضبط. صح. صحيح. ثانيا نعم. عملية أن تكون عندك سفينة، أن تكون السفينة مالتك. يعني هذه السفينة راح أولا توفر عمالة عندك. احنا اليوم عندنا بطالة كثيرة. السفينة الوحدة تأخذ لها 20 إلى 30 عامل. نعم. على السفينة نفسها. نعم. إضافة للطواقم الأرضية والشركات، وإضافة إلى أنه هي تشتغل حالها حال أي سفينة بالعالم، إلها دخل مدخول وتشغل. ثانيا عندك حمولات في بعض الأحيان خاصة. هذه الحمولات الخاصة يراد لها سفن خاصة بيك. نعم. لموضوع أمنها. نعم. يعني اليوم تنقل سلاح تروح تنقله بسفن أخرى أجنبية، تنقل فد مادة سرية، فد أي شيء. فما أتفق ويا موضوع أأجر أحسن من أن أشتري. ثانيا إذا ما اشتريت، هذه الشركات البحرية حاليا الموجودة راح تنحل، وراح ننضاف إلى قائمة العاطلين أو قائمة المتقاعدين مثلا، نصير مثل ضمن الشركات هي راح تخسر، والنتيجة راح تكون موظف فيها أما عاطل أو متقاعد. هاي مشكلة. أو يشتغل براتب رمزي حال الشركات المنحلة. نعم. شركات التصنيع العسكري وشركات وزارة الصناعة، الأخوان يأخذون بس الراتب الاسمي وما يستلموا، في معظم الأحيان ما يستلموا. هذه مشكلة. أنا شاكر لك جدا رئيس المهندسين حسين هليتشي اليوم معي ومنورنا الحقيقة في العراقي لاين. خلينا نروح فاصل. الله يحفظك. خلينا نروح فاصل مستمعينا الكرام، وثم نعود لمواصلة الحديث في برنامج عراقي لاين. كونوا معنا.
إيراكي لاين، البرنامج البحري الذي نستمع من خلاله إلى ماضي وحاضر العمل البحري. تحية وتهنئة من القلب إلى كافة الأخوة العاملين في القطاع البحري. مضيق هرمز بذاك الوقت كان مغلق بعد، فأغلب الالتحاق بالبواخر كان يكون عن طريق تركيا، نعم، وعن طريق الأردن عبر السكايب من الدنمارك، وكذلك الضابط البحري من أمريكا. اللي يسمعنا ويشاهدنا من أخواني البحار تحياتي لهم جميعا. يا ريس والبحر كويس، يا ريس وصل لي حبيب، يا ريس. مستمعينا الكرام وكذلك مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم من جديد في النصف الثاني من حلقة اليوم من برنامج إيراكي لاين، ومعي اليوم رئيس المهندسين البحريين الأستاذ حسين هليتي. أرحب بك من جديد شيف، والله يحفظك. ونعود لملفات الحلقة لهذا اليوم. يعني تحدثنا في النصف الأول عن يعني ضرورة تواجد الأسطول البحري العراقي. أود أيضا أن نتحدث عن صعوبة هذا العمل البحري اليوم. يعني الشباب يعني المتابعين يكتبون دائما لنا يعني هذا العالم البحري، إضافة إلى أنه اليوم تشوف البحار هو يتجول في عموم العالم، ويعني هذه المهنة الجميلة، لكن هي مهنة يعني شاقة جدا. يعني ليست فقط انه يشوف واحد البلدان، يشوف هذه الجزر الجميلة، يشوف البحار والمحيطات، بالمقابل اكو لها فد بعض المنغصات ان صح التعبير. شلون نقيم العمل البحري؟ هل فعلا يعني اليوم نشوف اكو صعوبة؟ هذا العمل مو سهل. العمل البحري إذا اجينا المحاسنة، العمل البحري أجور عالية. نعم. فالبحار اليوم يكون راتبه أعلى من الآخرين. البحار اليوم يفتر يتجول بين البلدان، يشوف أشياء ما شايفها الآخرين. صحيح. لكن هذا العمل في السنوات الأخيرة لاقى صعوبات عديدة، وخصوصا نحن البحارة العراقيين صعوباتنا اجت. اليوم المنظمة البحرية العالمية فرضت على الطواقم شهادات متعددة، يعني دورات كثيرة حتمية، هاي ضرورية. اي كانت بالسابق احنا تجيب لك شهادة مهندس او شهادة ضابط بحري وياها الرانك، يعني ضابط ثاني، رئيس ضباط، كابتن، رئيس مهندسين، مهندس ثاني، مهندس ثالث. نعم. وتقعد. نعم. بالسنوات الأخيرة من 90 إلى الجاي بدأت تصعب العملية. بدأ إنه أنت مو خذت شهادة وهذا، لازم أنت كل 5 سنوات ترجع تمتحن. نعم. أي، وتاخذ شهادات حتمية بالسلامة، انضافت لها شهادات حتمية بالأمن، وحتما بعد فترة راح تنضاف لك شهادات جديدة حتمية بالجودة. صحيح. السفينة انفرضت عليها هواي أشياء. أولا في موضوع العمر، في موضوع عمر السفينة، أقصد الحداثة. إيه، أن تكون حديثة. نعم. لأن هو حتى لو ما يشرط الحداثة عمر السفينة، من راح يشرط أنه بها متطلبات. هاي المتطلبات غير المتطلبات اللي كانت بالسفن القديمة بالتسعينات والثمانينات. راح تضطر أنت تبني جديد، أو تحور، أو تعمل صيانة، تضيف أجهزة، تضيف محسنات، مساعدات. نعم. فتطور حاليا. يعني آخر شيء يمكن في اتفاقية ماربول دخل عندنا الصوت ضمن الضوضاء ضمن تلوث البيئة. ثاني أكسيد الكربون اللي يطلع، أو ثاني أكسيد الكبريتيد اللي يطلع وهي العادم، أيضا صارت له محددات. صحيح. هذا العمل إضافة إلى أن البيئة البحرية هي بيئة شاقة وصعبة. أنت تعمل بالحديد لمدة أشهر، يعني سهلة. كل شيء حديد. نعم. أي خطأ، أي اصطدام، أي هذا يكلفك الكثير، يسبب لك كسر، جرح، إذا ما أدى إلى الوفاة. نعم. أيضا هي البيئة البحرية، يعني من توقع بالبحر وين تروح؟ وهو البحر مادة قلوية، مادة مالحة،
تاكل الحديد مو تاكل البشر، فأصبحت صعبة الحوادث، أصبحت البحار مزدحمة فعلا. اي، وخصوصا الظروف الجوية مثلا. اي، فالحوادث اللي تحصل نتيجة للظروف الجوية أو لأخطاء بالماكينة أو بالهذا شديدة هواي كثيرة، يعني أصبحت مؤلمة، يعني الإصابة ما هذا فعلا. حتى يعني الظروف الجوية أحيانا العواصف. شيف اذكر لي قصة، تتذكر قصة عن يعني العواصف؟ كنا نتحدث قبل البرنامج، قلت لي في البحر العربي حدثت. احنا نتمنى دائما نسمع قصصكم جميلة، بس نتمنى مو قصص الغرق هاي مو جميلة، نظور مو العواصف بس. هو شو اسمه نعم. استاذ طالب، احنا نعم. برنامج نتكلم لأناس عاديين فيردون قصة، يردون قصص، يحبون قصصكم ترى، المستمعين يحبون القصص، مو محاضرة لطلاب تكلمهم بالعلم او تكلمهم بالهذا. صحيح. أنا على العاصفة كنت أشتغل في شركة عبر البحار اليمنية أوفرسيز. نعم، في اليمن. نعم. إيه باليمن، فكنا ننقل المنتجات النفطية من عدن إلى المدن اليمنية. نعم. فحادثتنا اليوم كنا نريد نروح لمحافظة حضرموت والمدينة المكلا بالذات. ننقل، أنا كانت عندي ناقلة نفط من عدن لو حضرموت؟ لا، من عدن إلى حضرموت. نعم. هو عدن بها ريفاينري، بها مصفى. نعم. وحتى الكميات اللي يستوردوها يحطوها بالمصفى. نعم. فكنا نشتغل بهاي الشركة إنه كل 3 سفرات تاخذ وقود بنكر إلك. نعم. فذاك اليوم أنا حسبت البنكر اللي عندي وديني ورجعني ومترهي عليه. نعم. في البحر العربي. اي نعم، هو السفر بالبحر العربي، هو لو بحر العربي لو البحر الأحمر، مرورا نعم. بخليج عدن. نعم. فحسبت انه كمية التحميل اللي عندنا راح نخلص بعد منتصف الليل. هناك باليمن ما تاخذ من نفس المكان البنكر مالك، الوقود مالك، ينقلوك الى رصيف ثاني تاخذ هذا. نعم. تحمل منها. فعملية النقل والتحميل والهذا راح تاخذك من الليل للصبح انت وطاقمك. انا كنت رئيس مهندسين، فانا يعني هذه العملية شاقة. احنا قاضين نهار نصلح ونحضر نفسنا وانه نبقى للصبح. وعندي كمية وقود كافية، فقررت انا في داخلي انه اذا طلبوا مني اطلع زين بدون ما اخذ بنكر هذا. والله هم قبل العصر اتصلوا بي، قالوا يا بهاي المرة مستعجلين ما ادري شنو. هم الوضع انه ما عندهم فلوس يدفعون للتحميل. نعم. خدمات الموانئ والشراء الوقود. نعم. وهاي المرة مشيها ما ادري شنو. فانا مو بهالسهولة يعني ها خلاص انا اروح زين راح يصير عندي حادث بعدين وين اروح. نعم. فقلت له مو انا الكمية اللي عندي لو تكفيني لو ما تكفيني، اذا خلص الوقودي شلون راح تلوموني وهذا. فقالوا لا انت ما خالي من الملامة، واحنا راح نجهزك بالوقود. اذا توقفت نجيب لك وقود. نعم. نجيب لك. اذا توقفت على وقود زين. والله طلعنا بالليل بعد منتصف الليل، يعني بعد منتصف الليل. زين. ومشينا فترة، صار علينا النهار، بدأ النهار الجو غائم جزئي، مرة تمطر مرة تطلع شمس، تمطر قليل. فعندي بحار يمني قال لي اتصل بي والدي، فقال اكو عاصفة كبيرة وعندنا سفن لشركتنا غرقت في عدن. مشكلة هاي. انا قلقت والله. فاتصلت بعدن، كان احد العراقيين، اتصلت بي قلت له يابا هذا عندي هندي هيك يقول يمني هيك يقول. قال لا احنا يمنا هواء قوي وعاصفة، بس مو لي مستوى تغرق سفن او شيء. انت شنو يمك؟ قلت له والله انا يمي الجو غائم جزئي، يعني مرة شمس مرة تغيم، تمطر قليل تسكت. قال ان شاء الله ماكو شيء. ورا فترة بدت المطر يشتد والدنيا تصير ظلمة، يعني بدل ما ظهر نعم صارت ظلمة، يعني صار ليل. واحنا هاي الحكي الساعة 1 أو 2 الظهر، وكانت هاي النوارس بدأ الخطر يعني. اي النوارس تجينا مبللة تختل عندنا. فأنا بالبداية
كنت اتعاطف وياهن، اخذ 1 2 اضمه بغرفتي، بعدين شفتهم بالالاف. فسألت نفسي هاي النوارس يعني شنو شافت وشردت لجأت الي للباخرة، يعني ليش ما راحت لعشاشها للجبال فكانت عملية. نعم. اثناء هاي الحيرة الكابتن اتصل بي قال لي تعال يمي، فقال لي اتصلوا بي الشركة وقالوا لي ارجع قدامك كارثة. سألتهم نعم، هذا قلقك الكلام. انت سألتهم شنو الكارثة؟ قال والله ما ادري. يا بس انت ليش ما سألتهم؟ قال انا ما سألتهم، التهيت اطالب. هذا اعصار جاي، شنو الكارثة؟ ما اعرف. نعم. زين انت الطالب شنو عندك والطالب؟ قال والله قلت لهم انا اذا ارجع العدن مو بس وصل العدن ترجعوني. قلت له ادري احنا غير نشتغل عند الناس ومن نرجع العدن نعم. نحمل هذا حمولتنا جاهزة، يزول الخطر ونرجع، لو نظل لنهاية عقدنا ناخذ راتب وقاعدين. نعم. فقال بعد انا هذا وانت سمعتك تقول لهم انا ما عندي وقود. قلت له انت سمعتني انا ما عندي وقود بهالعمر اطلع بالمحيط؟ يعني احنا بالمحيط الهادي، احنا صدق نسميه البحر العربي بس هو المحيط الهندي. اي صح، الهندي. اي وبزمن المونسول زمن هذا اطلع ما عندي وقود ياخذني ويجيبني 4 مرات يعني شنو هالحكي؟ قال والله ما هالحكي تحديدا انتم وين هذا الكلام جاي يدور بينكم؟ هذا الكلام شو اسمه على السواحل اليمنية بالبحر العربي متجهين زي. يعني عابرين عدن متجهين. بس هي العاصفة جايتكم بالطريق. والله هناك بدت العاصفة بحيث السفينة احنا مطينها سرعة كاملة ترجع لورا. يعني خطر. كل ما ناخذ رصدة او كل ما نسوي توقيع على الخارطة نلقى نفسنا راجعين. بدت الامواج اكثر. لا بسبب الرياح. رياح وامواج. نعم. رياح عاتية والدنيا صارت ظلمة يعني بمعنى ليل واحنا الساعة 2 او 3 الظهر. زين. فقلت الهمدز علي، قال لي اقول لك هاي شلون؟ قلت له والله انا ما عندي حل وانت روحت الفرصة. قال شنو روحت الفرصة؟ قلت له هم قالوا لك ارجع. قال هسه خابرهم. قلت له هو هسه تخابرهم يا لي هذا يا اللي يجاوبك، واذا جاوبك يا اللي يتقبل منك الكلام. نعم. فقال انا هسه اخابر وهذا. قلت له خابر. اتصل عليهم ما ردوا، من استمر يلح عليهم ردوا عليه قالوا له ها شو تريد؟ قال لهم والله عاصفة والدنيا صارت ظلمة ووضعنا كلش خطر. تعرف انت من الناقلة محملة الماء قريب لها يصعد، يعني ابسط موجة تكون عندك عديك على سطح السفينة. صحيح. قالوا وش نسوي لك؟ قال لهم انتم مستعموا. قلتوا لي ارجع. قلنا لك ارجع. المالك قال خلي يرجع. انت قلت انا ما ارجع وانا اكمل وانا هذا. قلنا له ما يرجع وراح يكمل. المهم فالمهم ما قبلوا. فايضا رجع لي هو الكابتن قال لي هسه شلون؟ فقلت له احنا قريبين للساحل. فمشينا للخارطة نشوف فالدخلة هو الساحل عبارة عن جبال، فنشوف فالدخلة بالجبال تصير ضرأ إنه أو ستر إنه من الرياح ونرجع. فباوعنا بالخارطة حطينا موقعنا واختارينا نقطة قريبة ورجعنا عليها. لكن احنا من رجعنا السفينة ردنا ننقذها ما تنقذ، كانت فيها سرعة هذا رياح. فختنا بهذا يعني شلون الخليج البرزخ. نعم. داخل الجبال فكان ماكو رياح. ودبينا انقرشوا هذا راح نام. قلت له تعال شنو نمت؟ قال لي جاتي شو تريد انت؟ مو انت اللي اقترحت المكان؟ قلت له عمي دز برقية قول بسبب الظروف الجوية السيئة وهذا دبينا انقر او القينا المخطاف في النقطة وحط الاحداثيات مالها وقول وسننطلق حين تحسن الجو وسد تليفونك ونام. قال لي خوش فكرة. بالفعل سوى. فعلا هي هاي المخاطر تشيف يعني ذكرت دائما. أنا أشكرك على هذه القصة جدا. هذه توضح الحقيقة أنه هذا العمل البحري مو فقط أنه أنت تشوف مناظر جميلة يعني. وكابتن يعني تشيف العفو تسألك أيضا من ضمن الصعوبات بما أنه فتحنا ملف صعوبات العمل البحري يعني إضافة إلى العواصف وأحيانا الأحداث الجوية اللي هي تكون يعني قد تسير أو بما لا تشتهي السفن كما يقولون. ما هو أكبر خطر
يعني يتعرض للباخرة؟ الباخرة شنو يعني خطورتها أحيانا؟ مخاطر الباخرة أكثر المخاطر يعني هن شيئين. نعم. الغرق والحريق. الغريق والحريق. نعم. حتى يعني اكو حديث منسوب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحريق والغريق اعطاهم شهداء. نعم. هذا لأهمية هاي الأحداث، لأهمية هذين الحادثين. نعم. ولكن الأشد الحريق، وخصوصا إذا كنت على ناقلة منتجات نفطية أو ناقلة طبعا هذا قمة الخطورة تصير. يعني الحريق تبقى في صراع لأجزاء قليلة من الوقت، يعني دقائق قليلة، لو تسيطر لو تنتهي. وين تروح؟ انت بنص المحيط والباخرة احترقت. وين تروح؟ هسه احنا بالحالات عندما يكون مثلا ثقب او كراك شق بالسفينة تعالجه، تبدي انت تعالجه. قسم من الاخوان يقول اموع رصاص وحط على الثقب، بعض الحالات تحط شتري المشمع من برا وتشده ويسد الثقب. نعم. تميل السفينة او ما تسيطر. وفي اغلب في اغلب الاحيان مثلا يصير في خزان، هذا الخزان خله ينترس، حكمه ما يغرق السفينة، هو ما يعتبر حمولة محملها انت هذا الخزان. واذا مالت السفينة حاول تتحكم بخزانات الموازنة حتى توازنها. او حتى لو هاي القينة احيانا يسولفون يقول لكم يصير ثقب يستخدمون نظام القينة. القينة هو يعني مرات ثقب ومرات شق. نعم. اذا الثقب تجيب لك فد وصلة خشب وتدق، وتحط داير ما دايرها قماش او فضلات القطن وتدقها بالثقب. اذا ما منع راح يقلل من كمية المياه الداخلة بالسفينة. اما الشق لا، الشق بعض الاخوان يقول يذب قلت، يرمي رصاص مصهور على المكان ويترس المكان وهذا. ولكن في اغلب الاحيان نستخدم المشمع الشتري، تتغلف من برا السفينة. نعم. تحط بيه اثقال، تشد في اعلى السفينة، تحط بيه اثقال وتنزله، يكون هو حاجز من دخول الماء، يقلل من الكمية وهذا. ولكن المشكلة بالحريق. الحريق ما هذا، وهو لحظي. يعني انت اكبر ثقب اليوم يصير بالسفينة. انا قبل لا اجي شفت الثقب اللي صار بالسفينة US كول. نعم. اللي انضربت بخليج عدن. اليوم كل سوالفنا خليج عدن. اليوم نعم. بخليج عدن ضربها زورق، فحصل بها ثقب كبير بحدود 1.5 إلى 2 متر. هم تركوا المكان وخلوه هذا وتحكموا بالتوازن وظلت عائمة وهذا. لكن من النادر أن تظل عائمة الحريق. ما هم صادفتك حوادث من هذا النوع يعني ببواخر الحريق؟ هواي صادفتني، لأن أنا هواي مشتغل. نعم. ومشتغل يعني. أتذكر مرة أنا كنت شيف. أنا معظم حياتي اشتغلت رئيس مهندسين، يعني اشتغلت فترة قليلة مهندس ومهندس ثاني، ولكن معظم الفترة أنا رئيس مهندس. اجاني المشرف كان عنده انبوب يريد لحمه، مثقوب يريد لحمه. نعم. عمليات لحام. سألني عندك وايرات لحام؟ قلت له عندي وايرات لحام وعندي كاوية وعندي وجه للحام. وافتح بوريك وجيبه هنا عديك لحمه على السطح مالت البحر. اي على السطح. العفو. نعم. على السطح. نعم. وانا متعود اتكلم مع طواقم بحريه فاستخدم مصطلحات بحريه. مستمعين نوبات يدوخون ديك قانقوي. يقول يعني ها شنو هاي؟ فقلت له، وكانت الدنيا ليل، فقلت له الحم هنا على السطح احسن. وكنا ذابين انقر واكو اضاءه. نعم. اصر هو يلحم في غرفه الماكينات. مو هاي خطوره. كانت عندنا غرفة المضخات في مقدمة السفينة، وهو يلحم في داخلها. تعرف قعر السفينة تتجمع به المياه والزيوت والوقود والفضلات الأقمشة والقطن والهاد، فتصير بيئة سهلة الاشتعال. نعم.
أنا نسيتهم، انطيتهم هذا وراحوا يلحمون، وما أحس إلا كنت قاعد بالصالون أنا والكابتن. دق التليفون، رد الكابتن تكلم إنه جمد بمكانه ما جاب. كابتن شنو صار؟ قاعد أقول لك يقولون حريق. خل نروح بعده. فركضت الأخوان، فقلت لهم كل من يركض ياخذنا مطفأة وياه، ولا تنتظروني، كافحوا، أنا راح أشغل منظومة مكافحة الحريق، منظومة السيوتر بمياه البحر. والله أنا بهاي اللحظة المهندس طلع، كان أريد يجي، فقلت له ارجع شغل لي منظومة الحريق. هذا ما يروح يشغل، يسألني شكو، يابا عندي حريق، روح. وين الحريق؟ يابا روح شغل المنظومة، مالك شغل. والله راح. نعم. أنا من وصلت الحكي وين صار الحريق بأي جزء بالباخرة؟ بغرفة المضخات. المضخات يعني هي ناقلات النفط والحفارات البحرية. نعم. تكون بها غرفة للمكان في مؤخرة السفينة. نعم. وغرفة للمضخات في مقدمة السفينة. فهذه في مقدمة السفينة. فأنا من وصلت لقيت الدخنة بيضاء مع مطافئ الحريق، الفاير اكستنجوشر، البودر. الدخنة بيضاء، ما حد يقدر يسيطر وهم مختفين. الكابتن كان عنده ربو. قلت له كابتن تصعد بعد، أنا جيت، مالك شغل، روح اطلع لي الهواء. أنا شغلت الفانات حتى تسحب. لقيتهم هم يعني مكافحين ومخلصين الموضوع، وقالوا هاي خلاص الموضوع. هم بعد مذنبين، كانوا ضعاف، وش خلاص الموضوع. قالوا هاي طفيناها وانتهت. ليش طفيت انت؟ هاي ترجع تشتغل علينا. قالت لا سوي لنا قصة. قلت له والله تشتغل علينا، انت روح، انت بعد ما، لان هو تعرض للشد العصبي. نعم. هو مسبب الحريق، وكافح الحريق بوحده، اثنين هم كافحوا الحريق وحدهم. نعم. فبعد ما ينفعوني يعني، فظليت انا. قالوا انت شو تسوي؟ قلت لهم انا ضال هنا بالغرفة، خاف يرجع الحريق من جديد. يعني جزء ما طفت الباخرة. نعم. ما جو المحركات، الألواح الحديدية، فما تشوفه. فأنا بديت أرش المنطقة بالماء، وأتابع الماء يتجمع بالنقاط المنخفضة، فأتابع بالنقاط المنخفضة، يجي ويا دخان، يجي ويا جمر أو شيء. ما اجى وخلصنا. هذه الحمد لله. هاي فعلا من اهم يعني والمره الثانيه اذا تريد بالحرائق هواي قاضيها حرائق علينا. بعد هي هاي السفن وسفن طبعا نقل بها منتجات نفطيه صحيح سريعه الاشتعال البشريه. الحريق الثاني وين صار؟ والله مره كنت اشتغل على الكاتل كارير، سفينه نقل حيوانات. نعم. فهذه السفن بذاك الوقت كانت ظهرت هاي الحمى القرغيزية. زين. فبطلوا، فقاموا يشتغلون بهن، ينقلون بهن حمولات عامة، جنرال كارغو. زين. فاحنا جينا للعراق، حملنا، جبنا نومي بصرة وشكر ومدري شنو من هالشغلات. نعم. من رجعنا اخذنا وقود. وين رجعتوا ليا مكان؟ للإمارات. فأخذنا وقود بخزانات الدبل بوتم. هاي الخزانات تصير جوا مكانات الحمولة. زين. هم يستفادون منها بالموازنة، ويستفادون منها أيضا بالحمولة. فالإخوان هناك كانوا يفرغون بمضخات الروبن البنزين. فأنا اعترضت، فقالوا أنت شو دي معترض؟ احنا كل مرة ونشتغل، ما لك شغل. يابا مالي شغل. شلون؟ قالوا والله مثل وهي خطرة إذا تصير، مو أنت كنت قاصد. إيه خطرة، وخصوصا إذا كانت في مكانات مغلقة تصير سريعة الاشتعال. زين. والله هناك وهم أجل الناعي وجت حريق. إيه شو احنا حريق رأسا طفت الكهرباء وظلينا لا مطفئة ولا هذا. الكهرباء شلون طفت؟ النار تشلبت بكيبل. فهذا الكيبل مشكلة. كان الكيبل الإنارة أو كيبل التغذية. نعم. التغذية الكهربائية. فمن انقطعت طفت الكهرباء، فاضطرينا نستخدم مضخات كانت على الديزل تشتغل، واستخدمنا المطفئات هاي اليدوية. والله هو الحريق طفى من كيفه، لأن منطقة مغلقة
ما بيها هذا، من صعد الدخان منع الأكسجين طفى. خسرنا لنا واحد هندي توفى بها. اي توفى الهندي بيها. الله يرحمه الله يرحمه. فعلا هو اللي قلت لك انا اكثر من حديث مع الاخوه، يعني في يقولون انه اكبر الاخطار اللي تعرض للباخره هو الحريق. الله يكون دائما حتى ونسينا التصادم يعني. نعم التصادم ايضا. التصادم ايضا. نعم. وهو التصادم بمشكله انه الاخوان من يصير عنده تصادم وشوف ماكو اضرار يرجع. يعني انا أأكد على التدريب دائما. يعني أنا مرة حصل عندي تصادم، فمن حصل تصادم تجمعوا الطاقم السفينتين فوق، ماكو شيء الحمد لله. يلا روح. يا مكان صار هذا هنا بمقصر كنت أشتغل بالحفارات. زين. فكنت أنا على حفارة والأخوان على حفارة ثانية. نعم. فالأخوان بالليل أنقرهم كان المخطاف ما يلزم، فسرحوا وضربونا. كان شوية السرحة قوية وكان الضربة هذا، فظل واحد يقول الثاني مالك شغل ما هذا. اي انا اضطريت اروح جوا انزل حتى اشوف الضرر. هذا اجراءك صحيح. اي اشوف حصل ثقب لو لا، حصل شق في بدن السفينة لو لا. والله ظليت فترة وماكو، لا زاد عندي ماي لا سمعت. كان المكان طفيت كل الأجهزة اللي بيه حتى أسمع مرور المياه، صوت المياه من تعبر، ما كان شيء. الأخوان وراي هم صار عندهم حادث، ما انتبهوا مثلي، راحوا إلى باخرة حصل بها ضرر وتركوا باخرتهم، فباخرتهم غرقت. نعم لازم تنتبه عليها. اي لازم انت من يصير تصادم تروح تنزل وين صار التصادم. اذا كان تانكي تفتح البوابات مالته وتباوع به. اما اذا كان في مقدمة او مؤخر السفينة، يعني في غرفة المضخات او في غرفة المكاين، تنزل بالغرفة وتتابع البلج مياه القعر وتابع. فعلا هذه يعني حوادث، يعني دائما نتمنى دائما لجميع البحارة في العالم انه الله يكفيهم شر هذه الحوادث. هذه حوادث يعني وانت مثل ما ذكرت كلام مهم في بداية الحلقة. هاي يعني هذا العمل ما يقبل الخطأ، يعني الخطأ مكلف. يعني انت خصوصا اذا يواجهك تصادم او الحريق، كان الله دائما في عون. ما تتوفر لك فرصة الخطأ مرتين. طبعا انت على اليابسة اذا فد بناية لا سمح الله تحترق مثلا، تنزل من عتها وتجي الاطفاء، بس الباخره بتنزل وين تروح يعني اذا هي بنص فعلا انا شاكر لك جدا رئيس المهندسين حسين هليتشي معي اليوم على هذه الايضاحات الحقيقه وهذه القصص. ايضا في يعني فتحنا اليوم موضوع، انا شاكر لك يعني فتحنا هذا الموضوع، صعوبة العمل البحري لما فيه من مخاطر. يعني ايضا يعني يعني البعض يقول انه الموقف السياسي احيانا والحروب اللي تصير ايضا تلقي بظلال على العمل البحري. يعني العمل البحري انا اقصد البحري وليس الحربي. الحربي هو بعد مشترك بالحرب وباخرته بها البحر التجاري. بحر التجاري احسنت. فاحيانا البحر التجاري بواخر مدنيه تنقل الارزاق والمواد والمكائن، ما إلها ذنب يعني حروب تصير بين بلدان احيانا فعلا، وتصير تلقى يجوز حتى تصطدم بالغام تصطدم. هل فعلا انتم في يعني تتضررون جراء او البحار بشكل عام، ام انتم في معزل عن هذا الموضوع؟ والله هي بالظروف السياسيه البلد باكمله يتضرر. نعم صحيح. لكن في العمل البحري الضرر اكثر، لان هو اكثر حساسيه. يعني انت مثلا في العمل الاعتيادي تتجنب مكانات الحروب. يعني احنا من صارت حرب مع ايران صارت عندنا طرق بديلة تطلع منها، يعني للسائق العادي يطلع منها على الناصرية وعلى الكوت يروح البري. ما يعني تركنا طريق بصرة عمارة، وخصوصا مثلاً من اقتربة القوات. بالبحر ما عندك مجال، يعني انت محدد وين تروح. وين تروح. ثانيا هي السفينة وخصوصا التجارية، نعم. سرعتها واهنة أمام السفن الحربية، أمام الفرقاطات، أمام السفن الحربية أو أمام الطائرات. نعم. أيضا هي واهنة أمام الألغام البحرية. يعني من يجي اللغم ما عندك فد وسيلة تكتشف اللغم. نعم. واللغم إذا اصطدم ما عندك وسيلة لتقليل الضرر. يعني راح تروح
للانفجار والثقوب وسولفنا. تغرق. الغرق إذا ما حصل عندك حريق. نعم. وإضافة إلى أنه عندما يصطدم اللغم بالسفينة يجوز تفقد أرواح أبرياء. يعني أكثر الأمور اللي حصلت أن السفن التجارية تستهدف، يعني يصير هدف أمام الحروب. يصير هدف وهي واهنة أمام السفن الحربية أو أمام الآلة الحربية للخصوم. ثانيا بالمواقف السياسية، وإحنا أكثر ناس سهل، أنت دولتك تدخل مشكلة سياسية مع دولة أخرى، ديش الدولة لا تستقبلك، لا تحترمك، لا تقدم لك مساعدة، يعني صحيح. لا تقبل لك تدخل موانئها. أي مشكلة. أنا يعني أتذكر من اشتغلنا في فترة التسعينات. نعم. دول الخليج العربي كلها معادية إلنا. شلون وين توقفون؟ يعني لازم يعني تجي. مرات أفكر أقول إذا صار عندنا شيء المن نذهب. إيران إحنا تونا طالعين منها من حروب وما عندنا اتفاقية سلام وياها. الكويت وقصة الكويت. نعم. هاي تحدث في السابق في الماضي. في الماضي. هو مو الكلام عن تأثيرات الحرب. المواقف السياسية على البحارة. نعم. هذه تأثيرات صعبة هواي. يعني قناة السويس لليوم تعاملنا معاملة أعداء، ما تعاملك معاملة، يعني تعامل الأجانب أو العرب الآخر غير العراقيين معاملة أفضل من معاملة العراقي. هاي مشكلة. هذا أنا عديته كم حلقة، يعني قلت هذا قصور في موقف حكومتنا الخارجي إن صح التعبير، يعني وزارة الخارجية، الوزارات المختصة. هذا يقودنا الحديث. إحنا ما بقى عندنا من الوقت، ولكن أتمنى أنه في اليوم نكمل هذه الملفات. يقودنا الحديث أنه البحار اللي ما ينزلونه، ما ينزل بالسعودية، ما ينزل بمصر، ما ينزل بالإمارات، ما ينزل في دول أوروبية ينزلونه. ومو بس ما ينزل ولا يشتغل. يعني احنا ما كان عندنا ازدواجية. انا في يوم من الايام لزمونا الكويتيين فسألوني قالوا هيك احسن لك، قلت لك انا بحار، يعني شو اشتغل معلم لو حمال بالسوق، يعني بحار. هاي بحار. هسه بلدي ما عنده سفن ما يشتغل بحر، نروح لغير دولة اشتغل. يعني الاخوان المدرسين والمعلمين المهندسين غير البحريين راحوا بالحصار، راحوا لليمن، راحوا لليبيا، اشتغلوا. صحيح. لكن احنا موقف السياسي ما شغلون. هذه مشكلة. أنا جدا شاكر لك رئيس المهندسين حسين هليتشي، اليوم كنت معنا في هذه الحلقة. الحقيقة نورتنا، وأنا أتمنى دائما، يعني أتمنى لكم السلامة في هذا عملكم والنجاح، ونجدد التعزية والرحمة والغفران اللي من أصدقائنا وأهلنا وناسنا البحرين اللي فقدناهم جراء هذا الوباء كورونا اللعين. شكرا جزيلا لك رئيس المهندسين حسين هليتشي، كنت معنا في هذه الحلقة. مشكور. شكرا لك وشكرا للمشاهدين والمستمعين على صبرهم علينا وتحملنا. بارك الله بك. أنا أشكرك جدا. في نهاية حلقة اليوم حبيت أنه أقرأ بعض يعني من يشاهدنا ونرسل لهم تحياتنا، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنهم في هذا البرنامج وفي جميع برامجنا في إذاعة التايم سكوير. طبعا هم كلهم يحيونك ويودوا لك التحيات والسلام، وأيضا يعني شكرا لهم لكل من. وتحية لكابتن أياد البدر دخل ويانا في بداية البرنامج. فعلا تحياتنا إله. وأنا حاب أيضا أضيف للشباب، يعني هنا معلقين الشباب اللي قدموا على البحرية، على المركز أو الكلية. إخوان في الحقيقة إحنا هذا الموضوع أنتم لازم تنتظرون الرد من وزارة الدفاع، من أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية. إحنا الحقيقة في هذا البرنامج في هذه الإذاعة إحنا مو معنيين يعني بنتائج القبول هذا موضوع حكومي تابع لوزارة الدفاع، وزارة النقل. أنا أقدر أنطيهم شيء. نعم أتمنى تشيف، لكن هم الشباب يتصورون أنه يكتبون لنا هنا شو وقت الأسماء تطلع أكثر من مرة. لا، هو بعد أبو الحاجة ملهوف يعني على حاجته. صحيح. هم الأخوان اللي فحص لياقة لحد الآن أموره طيبة ناجح. نعم. ينتظر الأخوان بالأكاديمية يدزون له رسالة لغرض المقابلة الأخيرة. فهو ينتظرون تجي فينتظر هو لحد الآن ما فاته شيء. نعم ما فاتن شيء، بس هم صبرهم بدأ ينفذ. هم من طالت المدة هو يتصور نفسه، بس هو ما خابره أو نسوه. والله احنا قلوبنا وياهم. أنا في هذا البرنامج سعينا أكثر من مرة، وجبنا ناس في الأكاديمية هنا حكوا
ونشرنا رابط التقديم أيضا في موقعنا وحاولنا نجاوب. أنا أحب أطمنهم دائما إن شاء الله أنتم انتظروا الرسائل راح توصل لكم. وحبيت إنه أبين لكم إحنا ما معنيين يعني بقضية إنه لو يمنا إحنا بعيوننا أنتم أهلنا وشبابنا وأبنائنا كلكم، بس الموضوع يتعلق بأكاديمية الخليج العربي. هناك لجنة القوة البحرية ووزارة الدفاع. أحسنت، وزارة الدفاع. هناك لجنة هي المعنية، أكو ضوابط، أكو معدلات، وخصوصا هذا العام معدلات كبيرة. أنا مو دفاعا عن يعني أنا مو متحدث عن الأكاديمية أو وزارة الدفاع، هم الناس يجاوبونكم من خلال مواقعهم الرسمية إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ رئيس المهندسين البحريين حسين هليشي، كنت معنا اليوم. وشكرا جزيلا أيضا لكل من يستمع لنا وكل من يشاهدنا في هذه الحلقة. وفي نهاية يعني حلقتنا من اليوم من برنامج إيراكي لاين، تقبلوا تحياتي. أنا محدثكم طالب البديري في الإعداد والتقديم، وتحيات كادر العمل. في الإخراج الصوتي عمار مشتاق، وأيضا الإخراج الصوري اليوم ساعدنا والأستاذ الزميل مصطفى نزار، وفكرة وإشراف ومتابعة علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي. ملتقانا وإياكم وحلقة جديدة من برنامج إيراكي لاين. أستودعكم الله تعالى وإلى اللقاء. عنده ولجوا وعلى شواطئه ركنوا، بمنطق البحر حكاياتهم. هناك حيث الأزرق يلغي الأزرق، قصص البحر يرويها من كان شاهدا عليها، في برنامج إيراكي لاين مع طالب البديري، كل جمعة الساعة 5 مساء.